السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الظروف والاحوال وبصحه جيده يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم جيتكم بواحد المشروب سحري في هذا الفصل ديال الشتاء وبلاش فصل الشتاء لانه فيه منافع كثيره. هذا المشروب ديال الكركم والزنجبيل والليمون والبرتقال. هاد الخلطة الأعشاب الطبيعية كان كيعتمدها الإنسان قديما عفوا لعلاج بعض المشاكل الصحية، لأهمية الكبيرة التي يحتوي هذه العناصر في القيمة الغذائية، مفيدة للجسم كالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والالتهاب. واليوم غادي نشوفوا هاد الوصفة. خدينا كركم والزنجبيل قشرناهم، حنا حيدنا القشر قطعناهم درناهم في الخلاط، وغادي نقطعوا هاد الحامضه والليمون الاصفر الحامض والليمون الاخضر الحامض، وغناخذوا البرتقاله حتى هي غادي نقطعوها وغادي نديرهم في الخلاط. عندنا العسل النحل، هذا العسل النحل وغنحليو به منين نبغوا نشربوا، يعني ماشي دابا غنخلطوا معاهم، غادي نحتفظوا به حتى نديروا هذه الوصفه في المجمد. وكاين اللي ما كيبغيش يديرها في المجمد، يعني كيستغلها هذيك الساعه طاريه ما كدير، يعني كيدير مقدار شويه من الحاجه وكيشربهم هذيك الساعه. انا غنديرها في المجمد، وقت ما بغيتها غادي نجبدها. بالنسبه لمرض السكر ما يديروش العسل، يديروها خلوها هكا طبيعيه ويديروا معها الماء الدافئ ويشربوها. لان هاد الوصفه ان شاء الله غنهضروا عليها. كما شفتوا انا غادي نصفيها ونديرها في المجمد. نديرها عباره عن مكعبات، وغناخذ يعني من غادي تجمدوا غادي نشارك معكم كيفاش غادي نديرها في الماء الدافئ مع العسل. هاد الوصفه راه مشروب سحري خطير لانه مفيد للجسم، يعني عندنا في كل بيت. هاد الكركم والزنجبيل الطري راه موجود عند العطاره. هاد المشروب السحري راه كيعزز المناعه لان فيه مضادات الاكسده اللي كتوفر في العسل النحل وفي الزنجبيل والكركم، وفيه فيتامين سي كيوجد في الليمون وفي البرتقال. وكيعزز قدرة الجسم على مكافحة الأمراض الفيروسية، ويساهم في تخفيف من حدة نزلات البرد، لأن في فصل الشتاء تكون نزلات البرد قوية مثل الإنفلونزا والتهاب الحلق والسعال. هو فيه مضادات للالتهاب، يعني التهاب مفاصل، مرض الروماتيزم، مفيد صحة القلب، يخفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، كيسكن الآلام، آلام العظام المفاصل، يقلل من فرصة الإصابة بهشاشة العظام والمفاصل. في مثيل يعني مفيد لمرضى السكري، يعني ما يديروش فيه العسل. كما شفتوا انا راه تجمدته وحطيت مكعب، وغندير ملعقه عسل نحل وندير الماء الساخن وندوبهم هكا. هذا هو المشروب السحري. كما قلت بان مفيد لمرض السكري، ما يديروش غير العسل، يخلوه طبيعي. هو مفيد للشعر، مفيد يعني عنده عدة فوائد لا تحصى، بحال الجهاز الهضمي، يقي من عسر الهضم، انتفاخات، طريد للغازات، يزيد عملية التمثيل الغذائي، يساعد في فقد الوزن، يذيب الدهون المتراكمة خاصة في منطقة الخصر، يقي من السرطانات، سرطان القولون والبروستاتا. يعني هذا المشروب راه سحري، اعتمدوه في البيوت ديالكم، يعني ما تكثروش منه، لان عنده حتى هو كما عنده فوائد راه عنده سلبيات. يعني هذا المشروب راه ممنوع على الحوامل وعلى الرضاع، لكرد النساء اللي كيرضعوا، والافراط في الشرب ديالو يؤدي لانتفاخات، والتناول ديالو بكثره الناس اللي كيكون عندهم الضغط منخفض، يعني ممنوع عليهم لانه يخفض الضغط بواحد الطريقه مهوله. لأن الزنجبيل هو من الأعشاب المدرة للبول. وهذه هي الفوائد
وكنتمنى يعجبكم هاد الوصفة، وما تنسوناش من اللايك والبارطاج وواحد الكومونتير محفز نزيدو القدام، نبقاو نجيبو لكم الجديد، وفعلوا الجرس باش يوصلكم مني كل الجديد ديالي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.